السلام عليكم. مسا على الناس الكويسة، عاملين ايه حبايب قلبي بابا وبهوش؟ بقالنا مدة كبيرة يا هالغياب. ما علينا، تعال ندخل في موضوعنا على طول. بص، هو انا مش عايز اصدمك، بس في حد بيجيب في سيرتك دلوقتي وبيضرب مفك في سمعتك، ومش اصعب حاجة هي الكدبة نفسها، لا الاصعب انك مش قادر توقفه، مش قادر تثبت انك مش الشخص اللي هم قالوا عليه، وكل اللي عليك تتفرج وتكمل. النبي صلى الله عليه وسلم عاش ده لشهر كامل ومن غير ما ربك ينزل ولو آية يدافع بيها عنه. في آخر الفيديو ده يا صديقي هتفهم ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، وحرفيا الموضوع هيغير حياتك كلها. بداية حكايتنا كانت في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة مع الصحابة ومع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في الطريق يا صديقي ستنا عائشة بعدت عن القافلة واتأخرت. لما رجعت لقت الكل مشي من غيرها، وهنا هي فضلت لوحدها في الصحراء. هنا بقى في صحابي اسمه صفوان بن المعطل لقاها ووداها المدينة على جمله، هو ماشي على رجله وهي راكبة، بس كده. هي دي القصة كلها. بس في المدينة بقى يا صديقي واحد اسمه عبد الله ابن أبي، وده زعيم المنافقين، أخد الصورة دي بقى وحولها لحاجة تانية نهائي. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين الكلام انتشر زي النار في الهشيم في المدينة كلها، في المجتمع المسلم كله، لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. دلوقتي بقى السؤال اللي مفيش ولا زوج ولا قائد ولا حتى إنسان على وجه البسيطة قادر يفكر فيه أو حتى يلاقي له إجابة، واقع في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. الغريب بقى يا صديقي إن ربنا في الموقف ده ما تكلمش بوحي ولا أي حاجة. فكر معايا بقى كده، رسولك الكريم كان شايل قد إيه؟ كان لازم يؤم المسلمين يوم الجمعة، لازم يستقبل وفود، لازم يحل المشاكل، يفتي، يجاوب أسئلة، وكل ده وجواه في حاجة من غير إجابة. على الناحية التانية بقى ستنا عائشة رضي الله عنها بنفسها قالت إنها شايفة التساؤل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة اللي بيبص بيها اتغيرت، مش بتهمة، بس في حاجة متعلقة ملهاش إجابة. وبالمناسبة راح لأهلها، راح لوالدها أبو بكر الصديق، سأل أقرب الناس ليها، كان بيحاول يلاقي أي إجابة للي حصل، كان بيحاول يلاقي أرض يقف عليها. عدى شهر كامل من غير وحي، من غير كلمة من ربنا، من غير أي تفسير للي حصل يا صديقي، من غير أي إجابة. الراجل اللي ربنا كلمه، الراجل اللي كان أقرب واحد لربنا في كل البشرية، اتحط في اختبار الانتظار. وفضل رسولنا الكريم مكمل، فضل يقود، فضل يظهر، فضل يكون النبي والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شايل هم حاجة عظيمة زي دي من غير أي إجابة. وبعدين يوم من الأيام يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع عائشة وأهلها، وفجأة الوحي نزل. النبي وقف الوقفة المعروفة عنه لما جبريل عليه السلام بيجي، وبعدين رفع راسه وهو بيضحك. أول حاجة ربنا قالها كانت، وأنا عايزك تسمع الكلام ده كويس يا صديقي، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ربنا يا صديقي مش بس برأ ستنا عائشة، ده كمان قال لهم إن ده كان خير ليهم، شهر كامل في صمت. ولما ربنا اتكلم في الآخر ما شرحش ليه التأخير، هو بس غير النظرة كلها. المحنة ما كانتش عقاب، الصمت ما كانش غياب، ده كان تحضير. عائشة رضي الله عنها يا صديقي قالت هي كانت بتتمنى ان ربنا يبرأها، بس عمرها ما كان يخطر على بالها ان ربنا هينزل قرآن كريم يحكي قصتها ويتقري لحد يوم الدين. إجابة ربنا يا صاحبي كانت أكبر من أي حاجة، كانت أكبر من أي حاجة هي ممكن تطلبها، وأخدت شهر صمت علشان توصل. فخليني بقى أكلمك يا صديقي بصراحة، لو في حد بيضرب مفك في سمعتك أو بيغلط في حقك أو خلى سمعتك مش اللي هي، وانت يا صديقي قاعد تستنى ربنا يعمل حاجة، يبعت حاجة يبرأك، والصمت ده خلاك تحس ان يمكن مفيش حاجة هتحصل، ده اللي قصة ستنا عائشة رضي الله عنها بتقولهولك. الصمت يا صديقي مش معناه غياب ربك، الصمت هو الامتحان قبل الفرج الكبير. انت مش عارف هو بيجهز لك ايه في الناحية التانية من الانتظار، مش عارف الإجابة هتيجي بأنهي شكل. ستنا عائشة رضي الله عنها ما كانتش عارفة ان جزاء صبرها قرآن هيتقري ليوم الدين. اللي بيطلب منك دلوقتي يا صديقي هو بالضبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، فضل ماشي بيقود حياته، فضل ظاهر حتى
حتى لو وشه كان شايل الهم. مش لانك مش بتتألم لا قدر الله، لكن لانك واثق ان الاجابة هتيجي حتى لو انت مش شايفها لسه. لو انت بقى في الامتحان ده دلوقتي يا صديقي، اصبر واصطبر. نبيك صلى الله عليه وسلم صبر، عائشة صبرت، واللي جه بعدين غير كل حاجة. إجابتك جاية يا صديقي، ما تقلقش، ربك عادل، بس انت مش عارف هتيجي بأي شكل لسه. لو الكلام ده لمسك يا صديقي، ففيديو سيدنا بلال موجود على القناة، روح اتفرج عليه، دوس عليه دلوقتي.